إليكم موجز أنباء جامعة قناة السويس عن الفترة من 21 وحتى آخر مارس 2024. يقدمه لكم إعلام الجامعة. عقد مجلس جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة جلسته رقم 450، ويقرر تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتطويرها بما يواكب المستجدات. شهد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الجامعة بمشاركة 175 طالب وطالبة من طلاب من أجل مصر و110 من اتحاد طلاب الجامعة. الدكتور ناصر مندور يعلن: جامعة قناة السويس تنافس بقوة بمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة. نعمل من أجل جامعة مصرية خضراء صديقة للبيئة. 286 مقرراً دراسياً للبيئة المستدامة بجامعة القناة، 627 كتاباً، 1045 نشاط وفاعلية بيئية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. أجرى الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة لقاءً إعلامياً مع وكالة أنباء شنخوا، وكالة الأنباء الصينية الرسمية لجمهورية الصين الشعبية، أكد خلاله على أهمية قناة السويس ودورها الاستراتيجي في المنطقة. استقبل الدكتور ناصر مندور مديري شركة كادي إيجيبت الصينية لصناعة المنسوجات بمنطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين بالعين السخنة تيدا. انتظام طلاب وطالبات جامعة القناة بامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، ورئيس الجامعة يؤكد على الالتزام التام بضوابط حسن سير العملية الامتحانية والامتحانات ما بين إلكترونية وورقية حسب طبيعة الدراسة بكل كلية. جامعة القناة تفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في نسخته 30 لوتس. جامعة القناة تشارك في الموسم الرابع لحملة التوعية الأسرية والمجتمعية أسرة مستقرة تساوي مجتمع آمن، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة. زراعة القناة تحتفل بشهر المرأة وتقدم ندوة دور المرأة المهندسة الزراعية في تطوير قطاع الزراعة وخدمة المجتمع. طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ستيم بمحافظة الشرقية في زيارة لكلية الهندسة بجامعة قناة السويس، ومندور يؤكد: هدفنا التعاون مع المؤسسات التعليمية لرعاية النابغين والموهوبين لدفع عجلة التطور في البحث العلمي. نظم المعهد الفني للتمريض مؤتمره السادس للبحوث الطلابية تحت عنوان جيل جديد للممارسة التمريضية في ظل الذكاء والتعليم الأخضر.